يحرص قدر استطاعته على ألا يفسر القرآن برأيه وألا يجتهد فيه بظنه، ولذلك جاء في الأثر أن من قال في القرآن بظنه فقد أخطأ ولو أصاب. وقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوقوف عندما جهلوه. فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا. ما الأب هنا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما سئل عنها عمر بعد وفاة أبي بكر قال عمر: ويح عمر وأبي عمر وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وفي زماننا هذا كل أصبح يتكلم في كلام الله عز وجل ويقول فيه بظنه ويتخرص فيه بحدسه، وخاصة فيما يتعلق في العلوم الإنسانية، بل وتعدوه للعلوم الطبيعية، وكل ذلك خطره عظيم. وقد جاء أن من قال في كلام الله عز وجل بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، ومن فسر كلام الله عز وجل فإنما يقول إن مراد الله عز وجل ذلك. وإذا علمنا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فما ظنك بمن كذب على الله عز وجل في تفسير آية أو في تأويلها؟